مساء الخير. النهارده هعمل معاكم كبده اسكندراني. طعمها خطير جدا وريحتها جايبه اخر الشارع. ليه بقى؟ لان انا هعملها لكم بسر من اسرار محلات الكبده اللي احنا بنبقى ماشيين في الشارع ريحتها بتبقى هتجوعنا كده. امشوا معايا بنفس الخطوات والمكونات بالظبط وانتوا هتعرفوا ايه السر اللي بيحل الكبده. اول حاجه بقى المكونات بتاعتنا، الكبده هنقطعها شرايح رفيعه بنفس الشكل. هنجيب من 6 ل7 فصوص توم، 2 فلفل رومي اخضر، ومعاهم قرن شطه واحد بس. هنحتاج كمان شويه فلفل اخضر متقطعين لوحدهم. هتجيبي بقى الكبه بتاعتك، هتنزلي بقرن الشطه والثوم والفلفل الاخضر. بس اهم حاجه بقول لكم عليها ان انتوا لما تيجي تضربوهم بالكبه ما تعصروهمش يا جماعه، ما تخليهمش عصير، لا انا عايزاهم مفرومين بنفس الطريقه كده، يا دوب تضربوهم ضربتين بالكتير. بس هو ده بقى سر الكبده بتاعت المحلات، تحفه. هتجيبوا بقى زيت تحطوه على النار، شويه زيت كتار كده هو بقى، وتنزلوا بالخلطه اللي احنا عملناها دي. هتحطوا عليها معلقه ملح صغيره، وبعدين هتزودوا بقى ملح زي ما انتوا عايزين، هتدوقوا وتشوفوا ان كان محتاج ملح تاني ولا لا. وهنبتدي نضيف معالق صغيره برضو كمون وفلفل اسود وكزبره. دي كل البهارات اللي هنحتاجها بالظبط، ولا تزودوا ولا تنقصوا حاجه منها. وعليها لو حابين معلقه شطه بس ممكن. هتدوها تشويحه على النار، اول ما تتشوح معاكم هتنزلوا بقى بالكبده. انا مش عايزه اقول لكم ريحه التتبيله قبل ما احط الكبده تحفه، خطيره خطيره جدا، كاني كده عملت الكبده وخلصت. بعد ما تشوحي الكبده بقى 5 دقايق كده تشوحيها على النار مع التتبيله، هتنزلوا بقى بالفلفل الاخضر ومعلقتين خل، معلقتين خل كبار. واهم حاجه في الوصفه بتاعتنا دبس الرمان، دبس الرمان ده اساس الكبده يا جماعه. هتدوله تقليبه حلوه بقى على النار وتسيبوه 5 دقايق تاني، يعني كل سواها هياخد 10 دقايق بالظبط. كده بقى خلصت الوصفه بتاعتنا. الريحه مش عايزه اقول لكم بجد خطيره خطيره، كانكم قاعدين في مطعم. طعمها رهيب جدا، الكبده معاكم مش ناشفه طريه، وكده طعمها يعني بيدوب في البق مع شويه طحينه بقى حلوين، وتاكلوا احلى كبده. بجد طعمها خطير يا جماعه، هتعجبكم جدا جدا. بالهنا والشفا اللي يجرب الوصفه، واللي ما يجربهاش برضو بالهنا والشفا لكل الناس. واللي عجبته القناه بقى ووصفاتي ياريت يشترك ويفعل الجرس.